واحد من الناس كنت قبل شهر رمضان يعني مجموعي ما يعديش 60-70% من مستواي، وكان عليه شويه تراكمات، وكنت بدايه نهايه مناهج مع بدايه مراجعات، فكان لازم كل واحد يحتاج ان هو يظبط نفسه. انا بسم الله ما شاء الله في شامل فيزياء قبل كده جبت 27 من 50. دلوقتي عارف انك ممكن تكون بدأت تحس بالتعب وانك تكون زهقت، ولكن لحظة التي تستاهل. لا تشكل الناس جرحا انت صاحبه، لا يؤلم جرحه الا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاحب ما به سقط. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغنى كما تشكو له صدر، وإذا شكوت لمن شكواك تسعدك أطلقت جرحا لجرحك اسم الندم. لا اليأس سوي، لا اليأس سوي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتهب. اشرب دموعك واشرع مرها حسنا، يغسل الشموع حريق وهي تبتسم. ارجم همومك واسرر زهرها فرسا، وانهض كسيف اذا الانصرة ترتحل. تبحر مسالك نحو امنيتي لعل سفينتي لمرادها تصل، لعل الله يرسيها على يبس رحيم ان رأت رحيم تكتحل. عاوز اقول لك يا صديقي ان لحظة النتيجة بجد تستاهل. عارف انك ممكن تكون حاسس دلوقتي بتعب وزهق وان النفسيه بتاعتك تكون في الصفر، ولكن كل الناس مرت بالظروف دي، واحنا جديك مرينا بنفس الظروف دي، ولكن الشاطر اللي يعرف يطلع من الظروف دي ويعرف يتخطاها ويطلع باقل خسائر. وانا عاوز احكي لك على لحظه النتيجه بتاعتي بكل اختصار. اللي في اللحظه دي كان الساعه 12:30 بالليل، فاللي هو اهلي كلهم حواليا والكمبيوتر موجود ولا انا هكتب رقم جلوسي. انت ممكن تتخيل كميه الادرينالين اللي موجود في دمك في الفتره دي، وهتبدا تحس فعلا بالانفعاليه. الناس كلها قاعده حواليك وانت بتكتب رقم الجلوس بتاعك، فانت بتبدا تمشي عينيك على الاسم. اللحظه دي عاوز اقول لك ان الزمن عندها حرفيا بيقف، اللي انت اهلك كلهم عشمانين فيك والناس كلها ومستنين اللحظه دي اللي انت بتذاكر لعلمك ليها 12 سنه. هي مش لحظه، مش محصل السنه، محصله 12 سنه من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. فحرام اللي انت تضيع تعب 12 سنه على لحظه واحده بس. فانت لازم تجتهد، لان هتلاحظ بقى اجمل فرحه ممكن تشوفها فرحه اهلك اكتر من فرحتك انت. لما هتشوف الفرحه في عيون الناس اللي حواليك فعلا هتحس بكميه التحفيز وكميه الانجاز اللي انت عملته. فالنهارده في الفيديو ده هجيب لك مجموعه من زمايلي في كليه الطب البشري، وهنسال كل واحد فيهم عمل ايه في المراجعه النهائيه، وازاي كان احساسه في الفتره دي، وازاي كانت لحظه النتيجه بتاعته. فاهم شيء ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. صلي على الرسول والسلام، ويلا بينا. عرفت نفسك؟ زي عبد القادر ولا ضد البشر. انا محمد احمد، طالب كليه طب البشري. شهاده جمعه. عبد الرحمن الطالب. عاوز اعرف انت ازاي قدرت تعدي الفتره دي، وهل كان في تراكمات انت مريت بيها؟ هو مفيش اي حد في ثانويه عامه الا ويمر بشويه تراكمات، بس اللي بيقدر ينجح هو اللي بيقدر يمر بالظروف دي وبيحدد اكبر استفاده بيها. يعني كلنا قبل بدايه شهر رمضان، انا واحد من الناس كنت قبل شهر رمضان يعني مجموعي ما يعديش 60-70% من مستواي، وكان عليه شويه تراكمات، وكنت بدايه نهايه مناهج مع بدايه مراجعات، فكان لازم كل واحد يحتاج ان هو يظبط نفسه في الوقت ده. اول حاجه بدانا فيها ان انا بدات ان انا احدد مدرسين معينين ان انا اشتغل معاهم، واني ابدا ان انا اشتغل مراجعات واكثر كميه الحل، لان احلى حاجه في ثانويه عامه واكثر حاجه مفيده لاي طالب في ثانويه عامه هو انه يحل كتير. بدات النقطه دي وبدات ان انا اظبط مراجعاتي وان انا اعدي الفتره دي. خلال شهر رمضان، خلال 30 يوم، انتقلت من طالب بيدور على 60-70% لطالب حلمه من اوائل الجمهوريه. تمام، وفضلت على الموضوع ده لحد لما الحمد لله استمريت ووصلت ليه دلوقتي كليه الطب البشري. كنت عاوز اعرف احساسك وانت داخل على المراجعات النهائيه، كان احساسك عامل ازاي؟ وهل فعلا كنت حاسس انت مربط المنهج ولا كانت الدنيا كلها بايظه بعضيها؟ لا، وازاي قدرت تتعامل؟ قبل المراجعات النهائيه ما كنتش حاسس ان انا مربط المنهج خالص. انا لحد ليله الامتحان ما كنتش مربط المنهج. الامور كلها هتتحل والشرح هيتعاد اكتر من مره. يعني لو ما كنتش مربط المنهج لحد ليله الامتحان هتربط في ليله الامتحان. لسه الوقت كفايه، ولسه الامور جميله وطيبه، وعندك وقت تذاكر اكتر واكتر، ومش لازم تكون مخلص المنهج دلوقتي ولا بعد شهر. حتى المنهج يخلص في ليله الامتحان بكفاءه احسن ما يخلص دلوقتي وانت مش فاهم منه حاجه. بحب اعرف احساسك وانت داخل المراجعات النهائيه كنت عامل ازاي؟ انت يا عبد الرحمن. انا والله دخلت المراجعات النهائيه في مواد كنت فيها كويس جدا الحمد لله، وفي مواد زي الفيزياء مثلا كنت مراكم شويه وخصوصا في الجزء الثالث، لكن الحمد لله لما قدرت الم نفسي مع المراجعات ومع اساتذه الوظائف. احساسك وانت داخل في المراجعات النهائيه كان عامل ازاي؟ عادي، انت بتكون خايف زي اي حد في ثالثه ثانوي، فبالطبيعي بتكون خايف. هل كان في مثلا خوفك ما ياثرش يعني عليك. هل كان في مثلا تراكمات او حاجات انت مش مربوطها في المنهج او طبيعي كان في تراكمات كتير. يعني الجيولوجيا كنت سايبها مثلا، بدات فيها في الاخر في اخر شهور، يعني مثلا من شهر 5 نص 4. ف
اللي هي كانت تخوفك ان هي انت مثلا سايب ماده كامله ب 60 درجه زي مثلا فيزياء زي اي حاجه. طب هل عدى عليك فتره على مدار السنه مثلا حسيت ان انت حلمك ضاع، انك فقدت الحلم بتاعك؟ هل حسيت فتره مثلا بضغطه، باكتئاب، باي حاجه من الحاجات دي؟ الحاجات دي بتحصل بعد الشوامل، يعني بعد اي امتحان شامل بيبقى عنده اي مدرس. لو انت بروح امتحان شامل او امتحان شامل لو كان مستوى صعوبته، على فكره مستوى صعوبه الاسئله ما بتقارنش الامتحان عند المدرس او الدرجه بتقارن عند الدرجه عند المدرس. يعني في مواد الواحد كان ما بيعديش فيها 55 من 60 وجاء في اخر السنه لقى نفسه جاي فيها 59 من 60. فدي بتختلف من ظروف امتحان وظروف وانت بتذاكر. انت في مواد بتبقى قدامها اسبوع كامل انك تذاكر لها، وفي مواد بتكون قدامها 3 ايام، وفي مواد انت في حاجات يعني دي كلها ظروف ماده قبل ما تمتحن بتختلف طبعا من درجه لدرجه. طب هل حسيت بضغط وانت داخل على المجالات النهائيه، او حسيت بضغط في السنه بشكل عام؟ انا حسيت الاحساس ده فعلا، بس الاحساس ده بيمشي منك اكتر يعني يعني انت كل ما تذاكر اكتر كل ما الاحساس ده يقل عندك. طب هل كنت حاسس بضغط وانت داخل في المراجعات؟ في ضغط؟ هي كانت ضغطه جامده طبعا. هي ثالثه ثانوي كلها كانت عباره عن ضغوطات، يعني ما هي كلها عباره عن ضغوطات جامده. كلمني عن درجاتك في الشوامل بتاعت المراجعه النهائيه. انا بسم الله ما شاء الله في شامل فيزياء قبل كده جبت 27 من 50. تمام. جيت في امتحان الفيزياء بتاع اخر السنه جبت 60 من 60. الحمد لله. شفتوا عشان تعرفوا ان هي مش بدرجات الشوامل، درجات شفتي اهم شيء، انا نفسي اعرف احساسك اول ما نتيجه الثانويه العامه طلعت كده وانت اما تفتح التليفون اما تكتب رقم الجنيه. اولا كل ما اتخدعنا في النتيجه قالت تظهر ثاني يوم وظهرت بالليل. فالمهم انا حد جابها لي وكلمني الف 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 مبروك يا دكتور، الحمد لله 93 ونص، جاب لي اضافه درجتين في الفيزياء. تمام. يعني بص يعني عارف اللي هو كل حاجه، كل التعب وكل التعب المادي والمصاريف اللي كانت اهلك وفرحه اهلك وده كله انتهى بمجرد انك عرفت النتيجه. طب اهم شيء بقى فرحه اهلك ده، نفسي اعرف الجو العام في البيت بتاعك كان عامل ازاي؟ لا هو مش البيت بس، دي المنطقه كلها كانت بتحتفل والدنيا كلها كانت وزغاريد طبعا وافراح، والمنطقه بتاعتي كلها كانت بتحتفل بالنتيجه دي. انا دلوقتي عايز اعرف احساسك بقى في لحظه ظهور النتيجه. انا كنت فرحان الحمد لله، وسجدت له شكر لله. انا ما صدقتش نفسي بصراحه لما جبت المجموع ده واتفاجئت، والبيت كله اتفاجئ كمان، وجينا الناس اتفاجئت معانا، والحمد لله يعني طلعت نتيجه تاني في الاخر. انا كنت فاكرها نتيجه حد تاني. الاجواء في البيت في احنا فرحنا يعني وهكذا، وفرحنا الناس معانا، اتصلنا واتصالات، زغرتنا شويه، وناس جت زغرتت بكره، وناس جت زغرتت بعد بكره، وبس كده. والشارع ما زغرتش معانا بصراحه. ماشي، شكرا يا محمد. انا نفسي اعرف لحظه ظهور النتيجه بتاعت كل واحد منكم. هل انت مثلا بعمل؟ انا والله كنت عارف ان النتيجه يعني هتبان كانت يوم 4، كانت المفروض تظهر يوم 4 الصبح. اتفاجئت بقى، كنت في النادي بلعب حجز كوره، اتفاجئت ان هي ظهرت يوم الثلاث في الليل. طلعت بقى راجع من حجز الكوره دوت، اتفاجئت بالناس بتقول لي الف مبروك وبتاع. انا ايه الف مبروك على ايه يا جماعه؟ قالوا انت جبت النتيجه كذا يعني. فما كنتش مصدق نفسي بصراحه، وقلت لازم اتاكد انا بنفسي. وبرضه لما جبت حتى بنفسي ما كنتش مصدق، والفرحه كانت يعني احساس اهلك لما شافوا النتيجه بتاعتك. لا ده كانت حاجه ثانيه الصراحه، يعني ربنا يعني كافئهم بالتعب اللي عملوه معايا يعني طول السنه وطول السنين اللي فاتت. يعني كانت فرحه يعني حاجه ثانيه خالص. طب ماشي، نحب بقى ننظر على شحاته. نفسي اعرف لحظه النتيجه بتاعت ظهور النتيجه بشكل عام. لحظه النتيجه بتاعتي هي كانت مختلفه شويه. انا ما كنتش في البيت عامه، هي ظهرت بالليل وما كنتش اعرف، فبس جيت في ناس. طب انا بقى نفسي اعرف احساس اهلك لما شافوا النتيجه بتاعتك، وكان احساسهم ايه بعد ما عرفوا ان انت هتخش كليه الطب والنتيجه بتاعتك؟ زي احساس اي حد هيعرف ان ابنه هيخش كليه الطب. يعني مش شرط كليه الطب ان هو جاب مجموع، يعني ان هو يعتبر نجح، فاهم؟ نجح في حاجه، هو كان بيعمل حاجه ونجح. طب احب اخد من كل واحد فيكم كلمه يوجهها لدفعه 2025 اللي عندهم خلاص هيخش على المراجعات النهائيه. اول حاجه انصح بيها طبعا ان لازم الواحد يعمل اللي عليه، او يعني يستنى الكرم من عند ربنا، واي كانت النتيجه اللي هتظهر فدوت المكان الصح ليها ده معاه. لان فعلا اي حد بيتعب، واي حد دي رساله، اخر حاجه رساله لاي حد بيتعب. هو انت لو تعبت لا قدر الله وما جبتش اللي انت عايزه، وبكره وبعده حد ما تسيبش مجرد حد يشمت فيه، هيقول والله ده السنه كلها ده تعب وده وصل وكان بيتعب لحد لا قدر الله ما وصلش اللي هو عايزه. بس ربنا كتب له حاجه
التاني، فهي الخير في اللي ربنا كتبه لك، فاللي ربنا كتبه لك في الاول وفي الاخر ده هو المقدر لي، وهو اللي فيه الخير كله باذن الله. أحلامك بالإمكان وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستنى.